ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة من حلقات قناتكم ايكو مصر. النهاردة هنتكلم عن واحد من اعظم الشخصيات اللي عدت في تاريخ مصر والعالم الاسلامي كله. قائد جمع بين السيف والعقل، بين الدين والسياسة، اللي حرر القدس وغير خريطة المنطقة كلها. السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب. لكن قبل ما نبدأ في المعارك والانتصارات، لازم نعرف هو صلاح الدين وصل ازاي لمصر وازاي قدر يغير مصيرها بالكامل. ويلا بينا نرجع للقرن ال12 الميلادي ونروح لمصر بعد سقوط الدولة الفاطمية. في الفترة دي وتحديدا منتصف القرن ال12 كانت مصر في حالة انهيار تام. الدولة الفاطمية اللي حكمت أكتر من 200 سنة خلاص كانت بتنهار. الخلفاء بقوا ضعاف والوزراء بيتقاتلوا على النفوذ، والجيش انقسم لجماعات متناحرة. وفي نفس الوقت كانت الحملات الصليبية بتهدد مصر من جهة الشمال. المؤرخ المقريزي بيشرح حال مصر في الفترة دي وبيقول: ضعفت شوكة الدولة وفسد أمر الجند، وصارت القاهرة فوضى بين الفقهاء والوزراء. في الوقت ده كانت مصر عايشة حالة فوضى. الدولة الفاطمية خلاص كانت بتنهار، والوزراء بيتخانقوا على الكراسي وقلبوها صراع عروش. وكان في بينهم وزير اسمه شاور ابن مجير السعدي، وده من أكتر الناس اللي لعبوا بالنار. شاور ده كان وزير قوي وطموح، بس طمعه خلاه يخسر كل حاجة، لأنه في خلال محاولاته للوصول للعرش اصطدم بالوزير درغام، وده كان قوي وذكي. عشان تكون النتيجة الحتمية لصدام زي ده إنه يتهزم ويضطر يهرب من مصر، لكنه ما استسلمش وقال لنفسه: مش هسيبها كده. قام طالع على الشام وراح لنور الدين محمود زنكي حاكم دمشق، وطلب منه المساعدة علشان يرجع تاني يمسك الوزارة في مصر، في مقابل إنها تكون خضع ليه وتحت سلطته. وهنا نور الدين وافق، وبعت معاه القائد الكردي الشجاع أسد الدين شركوه، ومعاه ابن أخوه الشاب صلاح الدين الأيوبي. ودخلوا مصر الأول مرة سنة 1164 ميلادي، وانتصروا على درغام وجيشه. وفعلا شاور رجع تاني وزير، لكن بعد ما مسك المنصب واطمن غدر، وده بس عشان يفضل محتفظ بالكرسي. راح اتآمر مع الصليبيين ضد اللي ساعدوه. وسنة 1167 ميلادي 562 هجري دارت معركة بلبيس بين المسلمين والصليبيين اللي اتآمر معاهم شاور. وكانت نتيجة الحرب دي إن الصليبيين اتهزموا، وبكده يكون ظهر شاور اتكشف. وبعدها بسنة اللي هي سنة 1168 ميلادي 564 هجري، الصليبيين بقيادة الملك أماليرك حاولوا يحتلوا مصر. شركوه دخلها بسرعة وانتصر على الصليبيين، وبكده فرضاً بانتصار المسلمين على الصليبيين خلاص نتفرغ بقى لشاور وخيانته، واللي كان ليها نتيجة واحدة: إنه يكون كتب آخر سطر في حياته، لأنها أدت إن نور الدين غضب. وسنة 1166 ميلادي 564 هجري بعت جيش تاني بقيادة شركوه وصلاح الدين لقتل شاور، وبكده يكون خلص فصل الخيانة وبدأ فصل جديد في تاريخ مصر. وبعد القضاء على شاور تم تعيين شركوه وزير لمصر، وبكده بقى شركوه هو الحاكم الفعلي للبلاد. لكن القدر كان ليه كلمة تانية. شركوه ما قعدش في الحكم غير شهرين بس، ومات في فبراير 1169 ميلادي جمدى الأخيرة 564 هجري. ودي كانت حكاية دخول صلاح الدين الأيوبي لمصر. وفي الفترة دي وسنة 1169 ميلادي 564 هجري بعد وفاة شركوه، نور الدين زنكي اختار صلاح الدين والي على مصر وهو عنده حوالي 31 سنة بس. لكن التحدي كان كبير جدا، بلد مرهقة، خزائن فاضية، وجيش متقسم بين فاطميين وسنة. أول قرار خده صلاح الدين كان إنه ينهي الحكم الفاطمي. وسنة 1171 ميلادي 567 هجري أعلن رسميا رجوع الخطبة باسم الخليفة العباسي المستضيء بالله. ولحد هنا بتنتهي الدولة الفاطمية بعد ما حكمت 262 سنة.
وبدأت مصر صفحة جديدة في تاريخها. وهنا بيقول ابن الأثير في وصف اللحظة دي: انطفأ في مصر نور الباطنية وظهر نور السنة بعد ظلمة طويلة. وبعد ما خلص صلاح الدين من إسقاط الدولة الفاطمية، كان قدامه بلد منهكة، خزاينها فاضية والجيش متقسم والناس تايهة بين المذاهب والصراعات. فأول حاجة قرر يعملها كانت إصلاح الدولة من جوه قبل ما يبص لأي حرب بره. صلاح الدين كان شايف إن القوة الحقيقية مش في السيف، لكن في العدل والنظام، وإن الناس تحس إن الدولة واقفة على رجليها تاني. بدأ بإصلاح نظام الإدارة، رجع الانضباط للمسؤولين وعين ناس معروفة بالأمانة والكفاءة بدل الفساد اللي كان مالي البلد. بقى كل والي أو موظف عارف واجبه ومفيش مجال للظلم أو الرشوة. بعد كده ركز على الاقتصاد والزراعة، لأن مصر كانت دايما قلب العالم الإسلامي ومصدر الخير. اهتم بالري ونظم توزيع المية من النيل، وحفر الترع القديمة اللي كانت مهملة من سنين، وشجع الفلاحين على الزراعة وأعفاهم من الضرايب في المناطق اللي كانت متضررة. وكان بنفسه بينزل يشوف الأراضي ويتابع أحوال الناس. ومش بس كده، ده كمان أعاد توزيع الأراضي بشكل عادل. الأراضي اللي كانت في إيد الإقطاعيين وكبار رجال الفاطميين رجعها للدولة، ووزع جزء منها على الناس اللي تستحق، زي المقاتلين والجنود اللي وقفوا معاه أو اللي محتاجين دعم. ومن ناحية الجيش بدأ ينظمه من جديد، خلى الجيش جيش دولة موحد، ودمج فيه المصريين والسوريين والأكراد في صف واحد. وده خلاه جيش قوي ومخلص له شخصيا مش لأي طائفة. وفي نفس الوقت بدأ صلاح الدين مشروعين كبار غيروا شكل القاهرة. بنى قلعة الجبل سنة 1176 ميلادي 572 هجري علشان تبقى مقر الحكم والحصن الرئيسي. وبنى السور القاهرة الكبير اللي كان بيضم الفسطاط والعسكر والقطائع علشان يحمي العاصمة من أي هجوم. ومن الوقت ده القاهرة بدأت تتنفس من جديد، الأسواق رجعت تتحرك، الزراعة انتعشت، والنظام رجع بعد سنين من الفوضى. وده خلى ابن الأثير قال وقتها: عمرت الديار بمصر وكثر الزرع بعد القحط وأمن الناس على أموالهم وأنفسهم. لكن صلاح الدين ما اكتفاش بكده، ولأنه كان عارف أن الإصلاح الحقيقي مش بس في الإدارة والاقتصاد، لكن كمان في الدين والعلم. مصر وقتها كانت طالعة من عصر طويل تحت الحكم الفاطمي اللي اتبع المذهب الشيعي الإسماعيلي، وده خلى الناس تايهين بين المذاهب والأفكار. فقرر صلاح الدين يرجع المذهب السني للمشهد ويقوي التعليم الديني الصحيح. أسس مدارس للفقه السني زي الشافعية والمالكية والحنفية، ومن أشهرها المدرسة الناصرية في القاهرة، وبعد كده عمل المدرسة الصلاحية في القدس لما حررها. رجع كمان نظام الأوقاف اللي كان اختفى تقريبا، خلى كل مدرسة أو جامع له وقف يموله، وده ساعد التعليم والدعوة ينتعشوا من غير ما يعتمدوا على خزينة الدولة. نظم القضايا وعين قضاة معروفين بالعدل والعلم، وخلى القضايا مستقل عن نفوذ السياسة، واهتم بالعلماء والمفكرين وكرم اللي يشتغل بجد ويخدم الأمة. والمؤرخ ابن شداد اللي عاصر الفترة دي قال: ما عرفنا في زماننا عدلا كعدله ولا عفة كعفته. صلاح الدين ما كانش مجرد قائد أو حاكم، كان بيبني أمة من أول وجديد، بيزرع فيها العدل والعلم والإيمان قبل ما يرفع سيفه في وجه العدو. وبسببه القاهرة بقت من تاني منارة للعلم والدين. المساجد والمدارس اتعمرت، والناس حسوا لأول مرة من سنين إن في عدل وأمان. وفي الوقت ده بعد ما صلاح الدين خلص إصلاح البلد من جوه وبنى إدارة قوية وجيش منظم، بدأ يبص بره مصر، يشوف الخطر اللي بيهدد العالم الإسلامي كله: الحملات الصليبية. في الوقت ده الحملات الصليبية كانت لسه مسيطرة على مناطق كبيرة في بلاد الشام زي القدس وعكا والكرك وصور. والقائد الكبير نور الدين محمود زنكي كان بيحكم دمشق، وصلاح الدين في مصر، والاتنين كانوا متفقين على هدف واحد: إنهم يوحدوا الصفوف ويواجهوا الصليبيين كجبهة واحدة.
لكن القدر كان ليه كلمة تانية. قبل ما يتم الاتفاق بالكامل، نور الدين مات سنة 1174، وساعتها صلاح الدين قرر يتحمل المسؤولية لوحده. خرج من مصر واتجه ناحية الشام، ودخل دمشق بدون قتال، والناس رحبوا بيه كمنقذ. ومن اللحظة دي بدأ صلاح الدين يوحد العالم الإسلامي كله تحت راية واحدة. ضم حلب وحمص وحماه، وحارب الإمارات الصغيرة اللي كانت متفرقة، لحد ما بقى ملك مصر والشام معا. ودي كانت أول مرة من سنين طويلة تتوحد الجبهة الإسلامية ضد العدو الخارجي. معركة حطين، لحظة المجد. سنة 1187 ميلادية 583 هجرية كانت اللحظة اللي غيرت التاريخ. الملك الصليبي غاي دي لوزينيان جمع جيش ضخم وصل لحوالي 60,000 مقاتل، وكان معاه القائد المتعصب أرناط صاحب قلعة الكرك اللي كان دايما بيعتدي على قوافل المسلمين. صلاح الدين خطط بخطة ذكية جدا. استدرج الجيش الصليبي ناحية منطقة اسمها حطين جنب طباريا، وهناك حاصرهم وسط حرارة الصيف ومنع عنهم المية. الجيش الصليبي أنهك والعطش أضعفهم، وفي يوم 4 يوليو 1187 ميلادية بدأت المعركة الكبرى. الجيش الإسلامي قاتل بقيادة صلاح الدين بنفسه، وبفضل التنظيم والإيمان قدروا يكسروا جيش الصليبيين بالكامل. اتأثر الملك غاي دي لوزينيان واتأثر معاه أرناط، وصلاح الدين بنفسه وقف قدامهم وقال كلمته المشهورة عن أرناط: أنا لا أقتل الملوك، ولكن هذا تعدى حدوده. وبعدها قطع رقبته بنفسه عقابا على خيانته وغدره. وبعد معركة حطين بشهرين صلاح الدين دخل القدس يوم 2 أكتوبر 1187 ميلادية، ودخلها من غير سفك نقطة دم واحدة. ما حصلش فيها أي انتقام ولا مذابح زي ما عمل الصليبيين قبلها ب90 سنة، بل بالعكس سمح للمسيحيين يخرجوا بأمان مقابل فدية بسيطة، ورحم الأسرى وفتح أبواب المدينة للصلاة والدعاء. والقدس أخيراً رجعت للمسلمين، وارتفعت الأصوات من تاني بالأذان لأول مرة من حوالي قرن كامل. والمؤرخ الصليبي ويليام السوري كتب عنه وقال: لم يرى بين المسلمين رجل أكثر شهامة منه ولا أرحم في الحرب. ومن بعد تحرير القدس بدأ صلاح الدين يواجه الحملة الصليبية الثالثة اللي كانت بقيادة ريتشارد قلب الأسد، وحصلت بينهم معارك قوية في عكا وأرسوف، لكن في النهاية اتفقوا على معاهدة سلام سنة 1192 ميلادية اللي ضمنت للمسلمين الاحتفاظ بالقدس، وللصليبيين الساحل من صور لعكا علشان تبقى منطقة مفتوحة للحجاج والتجار من الجانبين. وبكده تكون انتهت الحملة الصليبية الثالثة، وصلاح الدين خرج منها مرفوع راسه، لأنه حافظ على القدس وأثبت إن الأمة لما تتوحد محدش يقدر عليها.